تجربة أكاديمية محمد السادس ملهمة لكل الوطن العربي. يمكن أنا تكلمت في بداية حديثنا اليوم في بداية الاستديو الدورة الأكاديمية اللي أكاديمية محمد السادس التي يمكن أثرت وأسست الأجيال المغربية. لو لاحظت الآن جميع الأجيال المغربية قاعدة تتنافس في بطولات اللي تشارك فيها، وأصبح المنتخب المغربي رقم صعب في كل البطولات. لو تلاحظ أنت أكاديمية محمد السادس نموذج مميز، كان نموذج سباير في قطر وكان نموذج لبعض الأكاديميات الموجودة في المنطقة. لو تلاحظ أنت الآن المغرب، الطفرة الموجودة في المغرب مقارنة باقي الدول المحيطة فيها، يمكن لا زالت مثلا الجزائر وتونس وأغلب الدول تعتمد على اللاعبين الموجودين في البرع لتعزيز المنتخب الأول، مع عدم اهتمام كبير في الفئات الأولمبي والشباب والناشئين. المغرب اتجهت نحو نهج مختلف من ناحية تأسيس المواهب الموجودة، بالإضافة إلى تعزيزهم ببعض اللاعبين الموجودين من الخارج، والعمل على إنشاء أجيال متلاحقة تحقق انجازات متتاليه. افضل لاعب من المغرب وهداف البطوله من المغرب يعني. طبعا ما كان عثمان معنا على الاداء اللي قدموه يعني. عثمان لاعب مميز جدا، مستوى ثابت، ويشار له اليوم في الاعلام الاسباني والاوروبي ان خليفه رونالدو، وهناك عدد عروض من عدد من الانديه الاوروبيه، وعلى ابرزها انديه كبيره جدا للحصول على خدمات اللاعب. ولاعب جريء يعني بيسدد الكرة بشكل جميل على طريقة ميسي وكده، والاحتفال بسيط يعني، وكأنه أمر عادي يعني. صحيح. تحس أن اللاعب عنده ثقة عالية في نفسه، والإمكانيات يمكن أكبر من إمكانيات جيل الشباب يعني. فاللاعب أتوقع تأسس تأسيس صحيح، وجاهز حتى أتوقع أنه يشارك في أي نادي في العالم حاليا. يستحق الاستقبال اللي حصلوا عليه من ملك استقبال ملكي يعني، وشعبي حتى على